شايفين الهشاشة والطراوة والجمال؟ بصوا بقى، عجينة بيتزا من الآخر بأقل تكلفة بجد، وبإمكانيات بسيطة جدا وسهلة ومش هتكلفنا أي حاجة. تعالوا بينا نشوف هنعملها ازاي، وكمان هنعملها بحشوتين تونة وفراخ. يلا بينا نشوف ونقول بسم الله وعلى بركة الله. أول حاجة هنعمل اختبار الخميرة اللي كنا حفظناه. كيس خميرة وعليه معلقة كبيرة من السكر وشوية مية دافيين. أهم حاجة المية ما تكونش سخنة وما تكونش باردة علشان الخميرة تفور كويس معايا. هنا بقى هسيبها هغطي عليها كده وهسيبها لحد ما تطلع فقاقعها. نوع الخميره اللي انا جبته في اول الفيديو ده جميل جدا جدا جدا. تاني حاجه بقى هنعملها وهو هنحط الدقيق. انا جبت الدقيق متعدد الاستخدام عادي من عند بتاع مستلزمات الحلواني. حطيت عليه معلقه كبيره من الملح ومعلقتين كبار لبن نيدو. بعد كده هحط عليه الخميره وهحط عليه معلقتين كبار من الزيت. تمام. هنميكس بقى كده كل الحاجات دي كده مع بعض كويس جدا جدا. اهم حاجه بقى هنا العجن. هعجنها طبعا بميه دافيه، وتكون الميه انا مستحملها بايدي ما تكونش سخنه. هعجنها كويس جدا جدا جدا. بتاخد عجن جامد جدا، يعني بتقعد 10 دقايق كده ولا حاجه تعجنيها لحد ما ترتاح كده، تلاقيها كده ريحت في ايدك كده، وانت هتحسي بطراوتها معاكي وانت بتدعكيها. وبجد من انجح حاجه ان العجينه تنجح معاكي انك تعجنيها كويس جدا وتديها حقها في العجن بتاعها، وده انا اتكلمت فيه كتير قوي معاكم. بصوا انا هنا بدات يعني بدات خلاص المها. انا هنا خلاص لميتها. هبدا ان انا ادهن الطبق كده بالزيت. تمام. وبعد كده هنحط جواه العجينه. طبعا هنا الصغنن كان مصمم ان يعجن معايا العجينه بتاعه البيتزا بس كده هسيبها بقى تتغطى وتخمر براحتها خالص. هنا خمرت اهون، وهبدا ان انا اشكلها. عايزه بقى اوريكم انا هعمل ايه دلوقتي في الحشوات اللي انا هعملها. يعني اول حاجه حشوه الفراخ، وتاني حاجه حشوه التونه. طبعا في ناس كتير ما بتحبش التونه، بس تعالوا بينا نشوف هنعمل ايه. اول حاجه طبعا حشوه الفراخ. جبت الفراخ قطعتها قطع صغيره كده، وهبدا ان انا اتبلها. حطيت ايه بقى؟ حطيت ملح، فلفل، بودره ثوم، بودره بصل، شويه حبهان صغننين، بهارات فراخ، وحطيت كمان شويه سماق وشويه قرفه وشويه بابريكا. تمام. هميكس بقى كل الحاجات دي كده كلها مع بعض. كمان لو كان عندي دبس رمان كنت حطيت. هحط عليهم شويه زيت وهميكسهم مع بعض، وبعد كده هدعك بيهم الفراخ كويس جدا. علشان بقى اسوي الفراخ هعمل ايه؟ جبت طاسه حطيت فيها شويه زيت وحته زبده كده. بعد كده بدات ان انا انزل عليها بالفراخ، هديها تشويحه وههدي عليها النار وهسيبها تستوي براحتها. جماعه عايزاكم بقى تكتبوا لي التريكات كده في الكومنتات تحت بتاعه الحشوات بتاعه البيتزا، وبتحبوها محشيه بايه. دي صلصه بيوريه عاديه، حطيت عليها شويه ملح، شويه فلفل، شويه بودره ثوم، شويه بودره بصل، وحطيت عليها عصره ليمون صغننه كده وشويه شطه صغيرين. اسهل صوص ممكن تعملوه. هنا بقى الفراخ استوت، حطيتها على وش البيتزا. طبعا ولادي بيحبوها ساده، فما احطش عليها غير الموتزاريلا وبس. تاني حشوه معايا وهي التونه، جامده جدا. بصفي الميه بتاعتها، وبعد كده بعمل لها شويه فلفل اسود وشويه كمون، عصره ليمون، بحطها على وش البيتزا. بعد كده بحط عليها فلفل اخضر، وبحط عليها شرايح بصل وزيتون وفلفل اخضر حراق والموتزاريلا، وبعد كده بدخلها الفرن وتاكلوا بقى احلى بيتزا. عايزه اقول لكم بقى طريه وجميله وهشه كده وحلوه. جربوها تعجبكم ان شاء الله. واهم حاجه ما تنسوش لو وصلتوا لهنا تصلوا على النبي وتتابعوني. منوعات ساره جمال. باي باي حلوين.